مالك؟ مالك يا عايدة؟ عملت اللي في دماغك، قتلت اللي في بطني وعملت اللي في دماغك، استريحت. انا بكرهك وعمري ما حبيتك وعمري ما اتجوزتك عشان فلوسك، عشان اسرقك. ارتحت كده دلوقتي؟ مين اللي عمل فيك كده؟ انت هتستعبط، انت اللي عملت كده، انت جاي تشمت فيا. انا بموت. الحمد لله على السلامة. ده بيعمل ايه هنا؟ استني بس يا عايده، المعلم جعفر هو اللي جابك هنا، واقف على رجله من امبارح مرعوب عليكي، والله العظيم مستحيل يكون هو اللي عمل كده. هو اللي قالك تقول لي كده؟ مش هلوم عليك يا عايدة، هسكت ونبقى نتعاتب بعدين. وتسكت ليه؟ ما تقول ان انت عملت اللي في دماغك، قول ان انت بعت الستات يضربوني ويسقطوني، مش هو ده اللي وعدتني بيه؟ اوعى تكون فاكر ان انت جاي هنا عشان تشمت فيا، بالعكس انا اللي شمتانه فيك. انت فاكر ان انا كنت عايزه اخلف منك؟ ده انت غلبان قوي. لو كنت صبرت شويه كنت انا اللي سقطت، ما كنتش تعبت نفسك ولا حاجه. اوعى تكون صدقت الكلمتين اللي انا ضحكت عليك بيهم، دول كلهم كذب. قصتي معاك اولها فلوس واخرها فلوس، واسالهم. اما بالنسبه للحمل بقى فده كان اكبر غلطه، وبرافو عليك اديك صلحتها. وبجمله التصليحات بقى يا ريت تطلقني، ده لو عندك كرامه. عندك كرامة؟ رحمة ربنا بيك يا عايدة، لك راقدة الرقدة دي، ولا الرقدة دي كنت اتضربت قلمين قبل ما تطلقي. حظك انك تطلقي من غير القلمين. تطلق وحياة ابويا ما هسيبك يا جعفر. كنا كويسين، وضوح بوضوح، تقولوا رحمة ابويا مش وحياة ابويا. وانا كمان عشان ابقى صريح معاك يا عايدة لازم تبقى فاهمة ان انت جوازة من 4. واحدة حلوة عجبتني، شاورت لها جات لي وخدت اللي فيه النصيب. ورقة الطلاق توصلك تحطيها مع شهادة وفاة ابوكي، يدفوا بعض. استنى بس يا معلم، معلش هي تعبانه دلوقتي يا معلم. قعدت يوم قعدت سنة يا بلبل، فلوس المستشفى ما تشيلش همها.